والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الوالي محمد، نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأثيوبيا. فضيلة الشيخ جمال موسى جلو، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إقليم أوروميا. سعادة الأستاذ سعود بن مطيرق الغويري، الملحق الثقافي بسفارة المملكة بجمهورية أثيوبيا. رؤساء البعثات، الأخوة الدبلوماسيين في سفارة المملكة العربية السعودية، الأخوة الضيوف، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نسير. أعلن اليوم رسميا تدشين المشروع السنوي لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لتفطير الصائمين عبر الموائد الرمضانية اليومية وتوزيع التمور الفاخرة في جمهورية أثيوبيا، والذي يستفيد منه أكثر من 19,000 صائم. ويأتي هذا البرنامج ضمن هدية خادم الحرمين الشريفين للعالم الإسلامي وجمهورية أثيوبيا على وجه الخصوص بلاد الحبشة، بلاد الملك النجاشي ودار الهجرتين على وجه الخصوص، لما عرف عنها بتضامنها مع الصحابة رضوان الله عليهم وتثبيت دعائم الإسلام. ونحن في سفارة خادم الحرمين الشريفين لنا كل الشرف أن نعمل بما يخدم الإسلام والمسلمين، وهو المنطلق الذي تقوم عليه أركان المملكة العربية السعودية والتوجيهات الدائمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين للعمل على كل ما يعزز الإسلام ويقوي المسلمين. وفي الختام أرفع خالص دعائي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأن يجزيهم خير الجزاء وأوفاه على ما قدموا ويقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يسعدني أن أهنئكم ببلوغ هذا الشهر الفضيل، وأسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق لمرضاة الله والفوز بالغفران والعتق من النيران. ثم يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتبجيل عرفانا بالجميل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على ما يبذله من عطاء لرفع العناء عن الإنسانية في جميع الأرجاء، وعلى ما يقوم به من مبادرة شريفة خصيصا في هذا الشهر المبارك وفي هذا البلد العظيم لتفطير الصائمين ومواساة إخوانه المسلمين. والشكر موصول لسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ومقام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين والملحق الثقافي وزارة الشؤون الإسلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي الممثلين لمملكة الخير ورائدة السير حرسها الله وشعبها من كل سوء. ومن المعلوم فإن أيادي المملكة البيضاء ظاهرة تحت أديم السماء، وما يفيض من كرمها على أرض دار الهجرة وشعبها ملموس ومشهود في ليلها ونهارها. والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا في ظل قيادة معالي الشيخ الدكتور حج إبراهيم يثمن هذه الجهود الخيرة ويقف إلى جانب السفارة متعاونا في كل ما يخدم مصلحة الشعبين ويوطد علاقة البلدين، ويوصي بمزيد من مد يد العون في مجالات التنمية والتعليم والإغاثة. وفي الختام أصالة عن نفسي ونيابة عن معالي الشيخ حج إبراهيم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا أكرر شكري وتقديري متمنيا لكم التوفيق لمزيد من النجاح في خدمة العباد في السر والبواح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، جعل الله تعالى من صوامه وقوامه وتقبل منا صالح الدعاء. ثم بحمد الله وتوفيقه
نلتقي ثم بحمد الله وتوفيقه نلتقي بكم على عادتنا السنوية لتدشين وتنفيذ برنامج سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة لإخواننا المسلمين في أثيوبيا بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك. وهذا البرنامج العظيم يستهدف أكثر من 19,000 صائم من خلال الموائد الرمضانية يومية وتوزيع التمور على المستحقين ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومعالي وزير الشؤون الإسلامية على هذا العمل الجليل. ثم أتقدم لسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين الذي لا يألو جهدا في الإشراف والمتابعة والتشجيع لمثل هذه الأعمال ولكل ما يخدم الإسلام والمسلمين. وهذا المشروع المبارك يهدف إلى تلبية مد يد العون والمساعدة والإسهام في تغطية بعض الاحتياجات لمسلمي هذه البلاد. وباسمكم جميعا أسأل الباري جل في علاه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وأن يوفقهم لكل ما يحبه ويرضاه وأن يسدد خطاهم ويبارك لهم في جهودهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإقليم أورومية يستلمها الشيخ يعقوب. الثانية في المستوى الأول 30 جزءا سودة أول نور. أنا لوحدي أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سودة أول نور. سودة ما شاء الله ولي أمر والدها ما شاء والدها الشيخ أول نور ما شاء الله. نعم أخي. الأولى في المستوى الأول 30 جزءا القرآن الكريم بأكمله الأخت بهجة بنت محمد بن فارح ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. معظم الفائزات من إقليم الصومال للشيخ عبد العزيز. الله أكبر الله أكبر. الله يبارك فيكم تقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. والله البرنامج الحمد لله احنا صراحة كنا نتوقع أن يكون كذلك أعظم من هذه الصورة اللي أنتم رأيتوها، ولكن الحمد لله أن الله حقق نجاح عظيم، لكن أملي كان أن يحقق يعني نجاح أكبر من هذا اللي حققناه اليوم، وإن شاء الله في السنوات القادمة نتطلع أن يكون تحقيقه أشد من ذلك وأكبر من ذلك. نعم احنا عندنا تخطيط أننا يعني في الموائد الرمضانية أن نغطي أكثر من 15,000 بل أكثر، ممكن إلى 20,000 صائم تفطير يومي. أما التمور فإن شاء الله أن نغطي بقدر ما نستطيع مثلا 10,000 20,000 مستفيد من التمور بإذن الله. والله نشكر القناة على هذه التغطية وعلى مشاركتها، ودائما يشاركونا في جميع مشاركاتنا ومسابقاتنا وأحفالنا، وهذه ما هي غريبة يعني عليهم. وإن شاء الله بإذن الله أن نحقق مع الأيام الجاية بهذا التعاون معهم أعظم من هذه البرامج اللي